الفيلم كيبدا مع جوج ديال الناس، ناستيا ونيكولا، اللي عايشين حياة معزولة تماما على العالم. ناستيا كانت برا الدار مع الفجر، لابسه حوايج تنكريه وكتحاول ترسم عصفور ناعس وكتحاول تسرح قبل ما يطير. ملي كترجع للدار كتفيق راجلها نيكولا واخا الوقت تعطل، كيوجد راسو وكيركب البيكاره ديالو وغنعرفو باللي هو استاذ. قبل ما يدخل القسم كيشوف الاخبار في غرفه الاساتذه على التوتر اللي كيزيد بين روسيا واوكرانيا، وان روسيا بغات تدخل في الحرب. في الدار كنشوفوا ناستيا مشغوله بشغال الدار، ونيكولا كيشرح الفيزيك للتلاميذ الثانيه باك، ولكن واحد التلميذ مشاغب كيضربو بالوراق. نيكولا كيمشي عنده كيلقى عنده تليفون فيه ميساج مستفز. الاستاذ كيحاول يبقى هادي ودبلوماسي مع التلميذ المشاغب اللي سميتو ايفن، وكينوضو قدام السبوره باش يجاوب، ولكن الولد كيعاند وكيقلب الحصه روينه وكيرسم شي حاجه خاسره في السبوره. ملي كتسالي الحصه ايفن كيتهجم على الاستاذ وكيقول ليه باللي هو شخص منبود وخصو يمشي في حاله. من بعد واحد القناه كيديروا مقابله مع الزوجين بسبب اختيارهم الغريب باش يعيشوا في واحد البلاصه مقطوعه. ناستيا حامله ونيكولا باحث بيئي كيامن باللي الناس خاصها تعامل الارض بطريقه احسن، وبسبب تشبثه بالمبادئ ديالو كيصر يوري المذيعه الدار ديالهم والنظام اللي داروه باش يوفروا احتياجاتهم الاساسيه. ولكن الصحفيه ما كانش مهتمه بهذا الشيء، وخلات المصور لداخل كيصور وطلعت كميغارو. وسولات ناستيا باستهزاء: ما خايفاش تولدي هنا؟ جاوبتها ناستيا: لا ما خايفاش. الصحفيه تمتمات وقالت باللي هما ناس حمقين اول ما بعدت عليهم، وبانت عليها الراحه ملي كمل المصور باش تمشي في حالها. ولكن قبل ما يتحركوا نيكولا مشى عندها ورجع ليها الباقي ديال الكارو اللي لاحته، وقال ليها بكل ادب باللي الجنه الصغيره ديالهم ما فيهاش بلاصه للزبل. ملي مشاو طمن مراتو باللي كل شيء غيكون بخير. وبالليل قدام نار دافيه نيكولا كيعزف الجيتار وكيغني اغنيه صوبها خصيصا لناستيا. وقبل ما ينعسوا ناستيا عطاتو واحد المنحوته ديال الخشب وسماتها الملاك الصغير اللي غادي يحمي نيكولا، هديه منها ومن ولدهم اللي باقي ما تزادش. في نفس الوقت جنود روس دازوا الحدود ديال اوكرانيا وانتشروا في المنطقه اللي فيها ناستيا ونيكولا، ولكن هما ما فراسهم والو. والصباح طلع عليهم وهما فرحانين وكيضحكوا قبل ما يمشي نيكولا للخدمه ديالو. ولكن في الطريق لمح الجنود وهما كيكميو، ما تجرأش يهضر معاهم. وملي شاف الاخبار في المدرسه جرى للدار ولقى دوك الجوج عساكر نيت كيعذبوا ناستيا واتهموها باللي جاسوسه حيت شافوها لابسه حوايج تنكريه، وبقاو كيضربوا فيهم واخا كان كيترجاهم ويقول لهم باللي هي حامله وهو غير استاذ درويش. ولكن زادوا ضربوهم حتى فقدوا الوعي. وواحد من العساكر دخل للدار وقرر يشعل العافيه فيها واخا ما لقى حتى خطر. وهو غادي مع صاحبه فاقت ناستيا وشدات حجره بغات تلوح عليهم، يلا هزات يدها ضربوها بالرصاص ومشاو، وخلاو نيكولا كيغوت وكيترجى فيها وكيقول لها عافاك ما تموتيش انا هنا. ما هي غمضات عينيها وماتت بين يديه. في ديك اللحظه خسر كل شيء، حتى الدار خلاها كتحرق حيت ما بقى فيها ما يطفى. من بعد وصلوا جوج رجال مسلحين سولوه على وراقه، شاور ليهم على الشكاره وهو باقي حدا الجثه ديال مراته، وكيجاوب ببرود ما مسوقش للسلاح بحال الا مستعد يموت. واحد فيهم شاف الوراق وقال هذا من ديالنا، وبداو كيحفروا القبر. ونيكولا دخل وسط العافيه ولقى الهديه ديال ناستيا وسط التراب، واخا كانت مغطيه بالنار بقات بمعجزه ما قاستهاش العافيه. نيكولا حط مراته في القبر وودعها الوداع الاخير قبل ما يعاونوه رجال ويدفنوها. وملي سالاو ركب معاهم ومشاو للقاعده. القائد ما كانش حامل يشوف شي واحد غريب حيت يقدر يكون جاسوس، وتفقس كتر من اللي عرف باللي رجالو ما غمضوش عينيه وعرف بلاصتهم. وهما كيناقشوا واش يقتلوه ولا لا، نزل من الطوموبيل وبدا كيفحص السلاح المرمي في الارض. القائد جرى عليه باش يستجوبوا، نيكولا بين ليه باللي الهدف ديالو هو الانتقام وقال ليه بغيت نطردوهم من ارضنا. من بعد انضم الكتيبه ديال القائد باش يتدرب، وبدا التدريب القاسيه وكان الوقت كامل تحت الضغط، وواخا تكون شتا كانوا كيتدربوا. وفجأة القائد وقفهم وسول نيكولا واش مرتاح معاهم، خصوصا أنه كيبان إنسان مسالم. نيكولا جاوبو قال ليه المسالم مات مع مراته، واللي واقف قدامك دابا راه واحد آخر سميتي الغراب الأسود. القائد جاوبو بسخرية غراب ميت، وقال ليه باللي هاد اللقب خاصو يستحقو بعدا.
ويوم على يوم التدريب ولا صعيب بزاف، زحف وقتال وسلاح وضغط، مي نيكولا كان كيتحسن بزاف وكتزيد السرعة والقوة ديالو، وكان كيسرق الوقت باش يدرب ملي كيكون كل شي ناعس. وفي واحد النهار القائد طلب قناصة متطوعين ونيكولا وقف معاهم. القائد ضحك عليه وحساب ليه باللي باقي كيخاف من السلاح، مي نيكولا ما تزعزعش وصمم باش يشارك، وتحدى كل شيء أنه يفك ويركب البندقية في 20 ثانية. القائد استغرب وعطاه بندقية وقال له أجي بين ليا. وباش يصعب الموضوع أكثر، نيكولا زير الباندا على عينيه باش يصاوبها وهو مغمض. القائد خدم العداد ونيكولا بدا كيخدم، يديه ما تهزتش والقاعة كلها كانت ساكتة وكل شي مركز. وملي سالا حيد الباندا ووقف كيتسنى النتيجة. القائد أخيرا نطق وعيط باسم الغراب الأسود اللي كان كيتمناه، وعلن أنه كمل في 18 ثانية. القاعة تقل بالتشجيع، ومباشرة نقل قاعدة جديدة باش ينضم رسميا لفريق القناصة. التدريب بدا بسرعة، وأول حاجة تعلموها هي أن حتى واحد ما كيبغي القناصة وما كاينش طرق ممنوعة في الحرب ديالهم. المدرب كمل هضرته على كفاءة القناصة المحترفين. نيكولا سول سؤال والراجل شرح ليه أن أحسن وقت للضرب هو ملي كيكون صوت عالي كيغطي على صوت الرصاصة. من بعد المحاضرات سلموا السلاح للتدريب، مي نيكولا عطاوه سلاح ضعيف ماشي بحال الآخرين، وهو كان شجاع واعترض، ولكن المسؤول تعصب وغوت عليه وفهمو يستعمل أي حاجة عنده. المدرب وقفهم وقال لهم ممنوع الرمش حتى لو كان رد فعل طبيعي، وباش يوريهم ضرب رصاص من مسافة قريبة، واحدة مورا واحدة. أي واحد كيتهز كيخسر نقاط، مي نيكولا ما تهزش. رجعوا للقسم ونيكولا كان عنده فضول على نوع السلاح ديال المدرب، وواش العدو عنده شي حاجة أقوى. مي المدرب قال ليه ماشي السلاح هو اللي كيخلي القناص خطير، إنما ذكاؤه وتحمله. وهنا كنشوفوا المهمة اللي من بعد كانت ميدان الرماية. مي طلقة نيكولا ما جاتش حتى حدا الهدف وتقلق ولام السلاح. المدرب طبعا ما اقتنعش، مي داكشي اللي نيكولا ما كيعرفش يديرو في الميدان كيعوضوا نظريا في القسم، واكبر دافع ليه كانت المأساة اللي جابته لهنا. وملي كيكون جالس كيبقى يمس التذكار بشوق وحزن. في الاختبار اللي بعده المتدربين ضروري يقولوا كود اخضر او احمر ويقرروا في ديك اللحظه يضربوا ولا يتسناو. ومعظم الرومات طلقوا تقريبا في نفس الوقت، وبان باللي نيكولا زقلها حتى قال بهدوء انه باقي ما ضربش. المدرب تهكم وسولو واش ناوي يتسنى للصباح، مي نيكولا ما تحركش، بقى ثابت في بلاصتو حتى جاه الكود الاخضر، فضرب وجابها في الهدف بالضغط وخدا 3 نقاط. نيكولا خدا المركز الاول، الوحيد اللي جاب هاد الدرجه وسط الزملاء ديالو. وبالليل عزف الجيتار وغنى من قلبه، وكل شيء تاثروا بالغنى ديالو. وفي الصباح نيكولا تعين في كتيبه غادي تمشي تهجم على كمين. هو وفريقه استكشفوا البلاصه بهدوء واتفقوا باللي خاصهم يتخلصوا من الرشاشات هما الاولين. مي فاش كانوا كيوجدوا للضرب وقفات طوموبيل مدنيه ونزل منها راجل ومرته باش يوريو وراقهم. ملي الراجل شاف الجندي كيحط جواز السفر في جيبه اعترض والموقف دغيا شعل. الجنود تبتوهم والموضوع زاد تكفس ملي واحد ضرب المراه. الراجل حاول يجري، طيحوه في الارض. الجنود الاوكرانيين استغلوا الفوضى وطلقوا النار على القوات الروسيه وطيحوا منهم بزاف. وواحد مسلح شد المراه كرهينه، ما نيكولا طلق عليه وجمدوا في بلاصتو وقتلوهم كاملين. الأوكران دخلوا للكمين ورفعوا رأيتهم. وملي رجع نيكولا للقاعدة لاحظ أن 2 من صحابه ما كاينينش، وسول عليهم قالوا ليه مشاو لواحد المأمورية. والجنود بقوا في المراقبة طول الليل كيتسناو يديروا اشتباك مع قوات العدو. ومع الفجر رجعات الكتيبة وجثة كليم كانت في الطوموبيل من اللور. الأمور خدات منعطف خطير، وفي المهمة الجاية الفريق زرع متفجرات حيت عارفين باللي الروس غيدوزوا من هاد الطريق. نيكولا شاف إيفان وسط جنود العدو وبقى فيه الحال بزاف. القائد عطى إشارة خضراء للضرب وطاحوا جثث والجنود نزلوا يكملوا على اللي بقاو. الضابط سول شكون هاد إيفان. نيكولا شرح ليه باللي تلميذه القديم. القائد تنهد وقال ليه هو اللي اختار هاد الطريق. من بعد كنشوفوا القائد كاب ونيكولا جالسين، وكاب كيعاود ليه أن ولاده ما معروفش أنه كيقاتل في الجيش. هو ومراته اتفقوا أن هذا أحسن قرار، ولاحظ قطعة الخشب اللي نيكولا كيلعب بها وسولوا عليها. نيكولا جاوبه وقال ليه هذه حياتي كاملة.
في نفس الوقت كنشوفوا الجيش الروسي كيوجد العملية كبيرة، طوموبيلاتهم مغطية بفروع الشجر باش يديروا تمويه، وساري جندي شد القيادة بعد تحديلات من رؤسائه على هذه المنطقة حيث فيها نشاط للأوكران. ونيكولا كان في المراقبة وشاف جوج مسلحين روس، وملي قرب الصورة اكتشف أن واحد فيهم هو المسؤول على موت مراته. الغضب عماه وطلب الكود الأخضر. القائد كاب منعه وقال ليه هذه خطوة خطيرة، ولكن نيكولا ما سمعش ليه، وبلا إذن طلق الرصاص والجندي المستهدف مات في البلاصة. ولكن المسلح الثاني قدر يهرب وبلغ عليهم، والروس عرفوا بلاصتهم وطلقوا عليهم الرصاص ومات القائد كاب. نيكولا بقى كيزحف وجار معاه جثة كاب وقدر يهرب من حفرة كانوا حافرينها للأمان. الشاف ديال نيكولا قال ليه باللي المخابرات غادي دير تحقيق ومن بعد غادي يكون الحساب، وديك الساعة هو اللي غادي يتكلف به. الجثة ديال القائد تحطات في الطوموبيل وفوق منها تصويرة ديال عائلته بحال شي كارت بوستال. نيكولا وقف مصدوم وما قدرش ينطق بحتى كلمة حدا النعش، وودعو في السكات قبل ما يتسد الباب ديال الطوموبيل. نيكولا اللي ولا دابا قناص محترف قتل جوج بالبندقية ديالو جديدة، ولكن تضرب في ديك العملية. كان في الحمام فاش عيط ليه القائد ديال الكتيبة، وفاش جاوبو قال ليه باللي العدو قرب يوصل لينا. هادي يومين صاري القناص الروسي قتل جوج من الكشافة، واليوم عاوتاني ضرب واحد آخر من مسافة بعيدة. نيكولا بغى يعرف تفاصيل كتر، ولكن القائد قال ليه داكشي خاصو يتقال وجه لوجه، وقال ليه يوجد راسو. نيكولا مشى للمكتب وفاش وصل البلاصة اللي قالوا ليه تلاقى مع بزاف من صحابو القناصة، وتماك عطاوهم معلومات على القناص اللي ضدهم ساري اللي هو محترف في المسافات البعيدة، وقتل ليهم 8 ديال الرجال، 5 ديال القناصة و3 صحاب الرشاشات. هاد القناص الروسي طلع واعر، واخا كيضرب ديما من نفس البلاصة ما قدروش يقصفوا ديك المنطقة حيت مخبية في واحد المصنع كيماوي عامر بخزانات، وإلا ضربوه غادي يوقع انفجار وكارثة بيئية كبيرة. العسكر عرفوا باللي صاري مخبي وسط بلاصة تخزين، وعارف باللي ديك المتاهة ديال الأسطوانات كتخلي بنادم باش يوصل ليه شبه مستحيل. وزيدون معاه 8 ديال الرجال مفرقين في الموقع وحاضين كل قنت. الخطة كانت هي يصفيوها لهادوك الرجال هما الأولين، باش الغراب اللي هو نيكولا يقدر يواجه صاري راجل وينهي الموضوع. البروجيكتور بقى كيوري تصاور واضحه ديال صاري بحال الا بغاو يحفروا وجهه في الدماغ ديال نيكولا. ملي سال الشرح حتى واحد ما سول، والفرقه خدات الامر باش تحرك. ملي نيكولا شد بلاصتو شاف جوج عسكر روس وقتل واحد فيهم. هذاك الثاني هو اللي كان السبب في الموت ديال مرتو. المسلح بغى يستفزو، نيكولا حيد الماسك باش يوريه وجهه وما خلاهش يكمل، ضربو بقرطاسه وحده جات فيه نيشان. ملي ماتوا هادوك الجوج ديال الكشافه نيكولا علم الفرقه ديالو باش تزيد للقدام. شحال من روسي طاح دغيا حيت الرشاش الاوكراني بدا كيضرب بالجهد ودار روينه باش القناصه يصيدوا الاهداف المهمه بسرعه. وشويه بشويه قطعوا الاتصال بين صاري والرجال ديالو، وملي واحد من الدعم ديال صاري ما جاوبش تما عاد حس باللي كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك. كلشي سكت، داكشي علاش امر العسكري اللي بقى ليه باش يبدل بلاصتو دغيا. وفاش خوا الطريق نيكولا قرب من الهدف ديالو وهو مخبي مزيان. ساري صيفت العسكري القدام يحضي وهو طلع يشوف السطح، وتما لقى الجثث ديال جوج من صحابو. علم القائد ديالو اللي قال ليه بقى في بلاصتك. امر العسكري الثاني باش يحضي الدخله، ورجع ساري لبلاصته وهو ما عارفش بلي نيكولا سبقه بخطوه. الغراب جبد الموس ديالو غير جلس ساري ونزل عليه غرس فيه السلاح. ساري غوت وحاول يدافع على راسو ولكن ما قدرش ومات. الدعم الروسي وصل من بعد شويه، ولكن نيكولا ما فكرش يهرب، بالعكس خدا البندقيه ديال هذاك اللي مات ووجد راسو للمواجهه الجايه. ضرب اول قرطاسه طيحت مسلح روسي في البلاصه، والاخرين نزلوا من طوموبيلاتهم وبداو كيضربوا القرطاس. ولكن نيكولا ما كانش بوحدو هاد المره، القناصه اللي كيحميوه صيدوا كاع الروس اللي كانوا. وملي الدنيا هنات
نيكولا مشى من نفس الطريق اللي كانت كتديه لدارو شحال هادي، واخا ما بقى فيها والو تقريبا. الصليب اللي فوق القبر ديال ناستيا كان مايل وقادو غير بشويه، وقال ليها باللي غادي يحتاج داك الملاك ديال الخشب واحد شويه مازال، ودار رجع للمعركه. دابا هذه هي اللي ولات حياته، في الشتاء ولا الصيف كرشو في الارض، عينيه مركزه على شي وجه في منظار، وصبعو ديما واجد على الزناد. وهنا سالت القصه. كنتمنى يعجبكم الفيديو، وما تنساوش تابعونا وديروا جيم، وبسلامه.